المرة دي أنا مش جاية أتكلم على نقطة محددة أو أوضح معلومة معينة. أنا المرة دي جاية أجاوب البنات لما تيجي واحدة تقول لي أنا عايزة أعمل شعري، وطبعا كل واحدة جاية بمخاوف جامدة جدا في دماغها. لا، ده شعر هيقع، الشعر هيتحرق. وخاصة الناس القريبة لينا دايما تنصحنا بلاش تعملي، كله وحش، كله بيوقع، كله بيبوظ. فانا جايه اشرح انا بعمل ايه عشان اشخص الحاله، وبعد كده اختار الماده او طريقه التطبيق. انا دلوقتي لو اي بنوته جات لي، ببص الاول الفروه والشعره حالتهم الصحيه ايه، ودي نقطه مهمه فوق الوصف، هي دي الاساس في القصه كلها. الفروه سليمه او فيها مشكله بتخذ اجراء، طب الشعره سليمه او بايظه بتخذ اجراء، وبناء عليه اقوم قايله للبنت انت دلوقتي حالتك تسمح بده وده وده. جلسه ترطيب لا، حنة افضل، لا انت عروسة فالافضل نعمل كذا، لا الحالة الصحية هتحدد ان احنا نعمل خطوتين ثلاثة. في بعض الحالات بضطر اعمل اكتر من اجراء او اكتر من مرة، ليه؟ للحفاظ على الحالة الصحية للشعر. بعد كده اختيار المواد، انا بعمل المواد من الاي تو زد. ممكن استعين بمواد خارجيه، ولكن معظم المواد بطوعها لحاله الشعر. وفي حالات ما بختارش خالص البروتين، وفي حالات ما بختارش خالص الترطيب. يعني في بنات تقولك انا عايزه ترطيب وعايزه عنايه ومش عارف ايه، ولكن في حالات الشعر بتبقى فيها قويه، لما تيجي تعملي جلسه ترطيب مش هتلاقي نتيجه ابدا منها. تمام؟ يعني اقصد الشاهد من القضية زي ما بنقول ان كل حالة مختلفة عن التانية، وكل ظرف مختلف. يعني عروسة غير اللي بتعمل عادي، غير الصغيرة، غير اللي مسافرة، بتفرق برضو موضوع السفر ده جدا. اذا سلمي دماغك للمتخصصة، وحتى طريقة التطبيق. يعني ممكن المادة اللي البنات بتشتريها ومتصورة انها بتتعمل بطريقة معينة، ممكن المادة تتطبق مختلف من حالة لحالة. ويعني اختيار الأدوات بيبقى حسب الحالة، اختيار المواد وعمايلها حسب الحالة، التشخيص نفسه حسب الحالة. وده كله ما بيتمش إلا من خلال متخصصة عندها دراية بكل الأمور دي. يعني لا المادة بتنجح العملية، ولا التشخيص لوحده بينجح العملية، ولا اختيار الأدوات، ولا اختيار النوع اللي هتعمليه، إذا كان ترطيب، لا حنة، لا زيوت، لا تنشيط، لا تغليف، لا فرد. طبعا عايزة حاجتين مع بعض، عايزة نسبة فرد مع نسبة عناية، هل حالة الشعر تسمح؟ كل دي نقط مهمة جدا لازم نراعيها، ولازم لما تكوني جايالي تقولي لي كل التفاصيل او بالظرف اللي انت بتعملي ليه، عشان اقدر افيدك افاده حقيقيه ونتفادى اي ضرر في النهايه. ما تتردديش لو انت عايزه تعملي اي حاجه لشعرك، او عندك اي مناسبه ونفسك تعمليه وخايفه بجد يبوظ. لو انت عايزه مجرد بس الاستشاره لحالتك او لطفلتك او بنتك الصغيره الاقل من 6 سنين و4 سنين، واللي هو السن الصغير ده ليه برضو معايير مختلفة خالص، ما تتردديش تتواصلي معايا، هكون معاكي قلبا وقالبا.